رغم خسارة منتخب السعودية النهارده ضد منتخب بولندا، إلا إنهم أدوا أداء كويس جدا ضد منتخب بولندا وعملوا مباراة قوية جدا، وهارد لك لمنتخب السعودية النهارده. ألف مبروك لمنتخب بولندا. ولكن يعني عندي تصريح كده بسيط لجماهير منتخب السعودية: بلاش الزيطة اللي انتوا زيتوها ديت لما كسبتوا منتخب الأرجنتين. ان شاء الله تقدروا تعدوا، وانا يعني نفسي ان منتخب السعوديه يوصل لدور ال16، ولكن انتوا زودتوا الموضوع عن حده. كل شويه عمالين تصيحوا في كل الصفحات وكل الفيديوهات على التيك توك وعلى الفيسبوك وكل مكان: وينه ميسي كسرنا عينه. معلش يعني مع احترامي لمنتخب السعوديه، ميسي تاريخ ولاعب كويس جدا، ما ينفعش ان انتوا اللي بتقولوه دوت وانتوا اتغريتوا بنفسكم وغريتوا المنتخب ازيد من اللازم. منتخب السعوديه منتخب قوي وادوا اداء كويس جدا النهارده. وبتصريحات كابتن محمد ابو تريكه على المباراه طلع واتكلم وقال ان منتخب السعوديه لعب مباراه قويه جدا واتظلم من التحكيم، والمفروض لاعب بولندا كان اتطرد في حاله ضربه الجزاء. واتكلم كمان عن تضييع ضربه الجزاء من كابتن سالم الدوسري، ان هو ضيع ضربه الجزاء، وقال عادي وما تشيلش في نفسك وان شاء الله تقدر تعوض في مباراه المكسيك. وان هي بتحصل مع لعيبه كبيره جدا ان هي بتضيع منها ضربات الجزاء، انت مش اول واحد ولا اخر واحد تضيع منه ضربه جزاء. وكمان انا بقى تعقيبي على عبد الاله المالكي عشان الناس اللي هتهاجمه: عبد الاله المالكي لاعب كويس وادى اداء كويس جدا برضو في ماتش الارجنتين، ولكن الغلطه بتاعته ديت بتحصل من لعيبه اكبر منه واحسن منه 100 مره. عندك دي بروين الغلطه بتاعته في ماتش بلجيكا ومصر كلفتهم جون بنفس الطريقه. اللعيبه الكبيره او اي منتخب لما هتغلط قدامه غلطه بالطريقه ديت اكيد مش هيسمي عليك. فيعني هارد لك المنتخب السعوديه النهارده، ادوا اداء رجولي وكويس جدا، وان شاء الله يقدروا يعوضوا في مباراه المكسيك ويتاهلوا دور ال16. انا اتمنى ان منتخب السعوديه يوصل لدور ال16. وهارد لك المنتخب قطر ومنتخب تونس خروجهم من كاس العالم النهارده. يعني اداء منتخب تونس كان وحش قوي، والمدرب مش فاهم انا دماغه فيها ايه، سايب لي علي معلول وسيف الدين الجزيري وفرجاني ساسي ووهب الخزري، اللعيبه كلها التقيله عنده في منتخب تونس، لكنهم لي على الدكه وبيلعب بلعيبه مع احترامي يعني مش بيأدوا الاداء القوي جدا. فديت كان سبب من اسباب خساره تونس النهارده. بس يا جماعه بكده يكون خلص فيديو النهارده. لو انت لسه جديد في القناه ما تنساش تدعمنا باللايك، اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ومن غير ما اطول عليكم، سلام.